ايقاف لاعب الزمالك نبيل عماد دونجا وعدم مشاركته في كاس السوبر المصري. الخبر طلع وبعديها انا شايف شويه زيطه من اعلام الاهلي على غضب جامد جدا عند الزملكاويه. تعال بقى اقول لك شويه تفاصيل في الموضوع دوت، انا متاكد ان مفيش حد اتكلم فيها ولا ذكرها كمان، لان انا الموضوع مضايقني جدا ومستفزني ان مفيش حد في الزملكاويه عرف يرد على شويه الافاقين دول. هو احنا مش زعلانين على ايقاف دونجا كدونجا، يعني مع احترامي الكامل ليه، بس مش دونجا اللي هيجيب للزمالك السوبر ولا غيابه هو اللي هيخلي الزمالك يخسر السوبر. هو لعيب زي اي لعيب في الفرقه، والزمالك يمتلك لاعبين كتير كبيره، لكن اللي ضايق في الموضوع هو الكلب مكيالين، وان في منظومه كامله بتشتغل لصالح نادي واحد. هو خطاب اتحاد الكوره ده ليه ما طلعش غير دلوقتي؟ ليه ما طلعش غير بعد ما هم اتكلموا فيه؟ ليه العقوبه دي ما اعلنتش غير دلوقتي؟ يعني الزمالك بعت خطاب لاتحاد الكوره يوم 12 اكتوبر بيستفسر فيه عن موقف اللاعب من المشاركه والعقوبات الموقعه على اللاعب من قبل اتحاد الكوره ولجنه التظلمات. ومن ساعتها اتحاد الكوره لا رد على الزمالك ولا اتكلم. وخلي بالك احنا دلوقتي في اخر شهر اكتوبر، هل اتحاد الكوره ما كانش عنده علم بالعقوبات اللي على اللاعب وموقفه من المشاركه في البطوله؟ طب هل اللجنه اللي بتنظم البطوله لما الزمالك بعت لها قائمه الفريق ما كانتش تعرف ان اللاعب ده موقوف وما ينفعش يشارك عشان يردوا على الزمالك في ساعتها؟ اللي اعرفه ان الزمالك اعلن عن قائمته وبعتها للجنه المنظمه وتصدق عليها كمان. فانا بس اللي هيجنني ليه ما اعلنتوش عن العقوبات دي من بدري؟ ليه لما هم اتكلموا؟ ده خوف ولا مصالح ولا تواطؤ؟ فاحنا ما بنبصش للموضوع كايقاف لاعب عشان اللاعب نفسه، احنا مضايقنا الموقف نفسه، مضايقنا العفن الرياضي اللي احنا عايشين فيه. بعدين هيجنني بقى ان اللي بيكلمك في ايقاف دونجا اصلا هو المفروض اصلا يطرد من السوبر ما يلعبش فيه، لان انت لو جيت تتكلم بحق ربنا، بحق ربنا مش بالعهر الرياضي اللي حصل السنه اللي فاتت ده، السوبر ده اصلا بيشارك فيه 4 فرق: بطل الدوري، بطل الكاس، بطل كاس الرابطه، وصاحب الكارت الذهبي. فبطل الدوري بعدل ربنا بعيدا عن الفجر اللي حصل ده هو بيراميدز، وبطل الكاس طبعا كلنا عارفين هو الزمالك، وبطل كاس الرابطه كان سيراميكا. فانت هنا اللي داخل بكارت ذهبي ده بس عشان قاعدتك الجماهيريه، فاللي المفروض ما يلعبش السوبر ويطرد منه هو انتوا اصلا. فانا والله بستغرب هتجنن، انتوا جايبين كم البجاحه دي منين؟ والناس اللي بتدير انتوا جايبين كم الفساد ده منين؟ يا اخي اقسم بالله ده انا حتى ما بقتش عارف اقول كلمه المنظومه الرياضيه. منظومه مش منظومه، ما ينفعش تبقى في منظومه كده، دي مش منظومه، دي كوسه، كفته، سميها اي حاجه غير ان هي تكون منظومه رياضيه.